السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبكل سعادة. أخباركم إيه؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. ونبدأ كلامنا بالصلاة على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. متابعين هتخسي مع هبة الله. نورتوا طبعا ضيوفنا الجداد، نورتوا قناتي المتواضعة، ويا رب يجعلها تكون قناة مفيدة ليكم بمعلوماتها والأنظمة. قناة هدفها الوصول لحلم الرشاقة والوزن المثالي والحياة الصحية. متابعينا طبعا اللي معايا من أول ما بدأت، وحشتوني جدا جدا جدا. يا رب تكونوا كلكم في خير وهنا وسعادة ورضا وإيمان أكتر وأكتر بالله وقرب من الله. النهاردة أول الأسبوع، بداية أسبوع جديد، بداية تحدي جديد، بداية أمل جديد بيقربنا أكتر وأكتر من حلمنا. النهاردة بدأنا الأسبوع الثاني من النظام العسكري. أول يوم النهاردة حبيت إن أنا أبتدي معاكم أول يوم النهاردة بفيديو تشجيعي كده. لو كنتي لسه ما بدأتيش دايت خالص، يلا ابدأي معانا. مش لازم تجيبي النظام من أوله، ابدأي معانا من الأسبوع الثاني. التحديات كلها مكملة لبعض، فما ترهقيش نفسك في ان انت تدوري على الأولاني. ابدأي معانا من النهاردة. لو كنتي صحيتي من النوم ولسه إلى حد ما ابتدي، لا ما ابتديش، خايفة، شايفاكي انت قاعدة بعيد بتتفرجي عليا وسمعاني وخايفة تجربي، خايفة تخشي في رحلة الدايت. رحلة الدايت ما بتخوفش. لو احنا كلنا مهدنا نفسيا، كل واحد او واحدة مهدت نفسها نفسيا الاول، هي عايزة تخسي ليه؟ لازم تكوني صادقة مع نفسك. انا عايزة اخسي ليه؟ كلمي، اقفي قدام المراية وحاولي تحدثي نفسك، لانك لما بتحدثي نفسك بتحدثي العقل الباطن اللي هو يعتبر ممشينا. عايزة اخس ليه؟ في اللي هتقول انا عايزة اخس عشان صحتي، حلو جدا. في اللي هتقول عايزة اخس عشان انا عايزة ابقى جسمي حلو، عايزة ابقى رشيقة، جميل. فيه اللي هتقول عايزة اخس عشان انا السمنة عملت لي مشاكل كتيرة جدا جدا في حياتي، انا خطيبي سابني، انا جوزي هيتجوز عليا، السمنة اثرت على اني، حرمتني من ان اكون ام. ايوه، الكلام ده موجود وبيحصل. وقابلنا حالات كتيرة جدا احنا في المجال ده، يمكن هقول داخلة على 5 سنين دلوقتي. شفنا قصص وشفنا حكايات وشفنا حاجات كتير، وفي ستات اتطلقت بالفعل بسبب ان هي جسمها مليان ومش عارفة تسيطر على نفسها. جوزها كلمها مرة واتنين وتلاتة، خسي، طب انا هتجوز عليكي، لو ما خسيتيش انا هتجوز عليكي. وبالفعل بتستسلم لوزنها وبتستسلم للسمنة، وللأسف بتخسر بيتها وجوزها وحياتها. رغم ان انا ضد الراجل اللي يخرب البيت ويسيب مراته ويسيب ولاده عشان خاطر ان مراته مليانة شوية او جسمها مليان، بدلا من ان انت تسيبها وتطلقها وتروح تشوف واحدة تانية رشيقة. لا، نقف جنبها، نطمنها نفسيا، ننصح مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين ومليون كمان، لأن خراب البيت مش بالساهل، وبالأخص لو في بينا أولاد. فبالتالي هنرجع لموضوعنا الأصلي، لأن طبعا موضوع إن الراجل بيطلق مراته، أنا سبق عملت له فيديو قبل كده. خدي القرار مع نفسك، خدي القرار وخليكي صادقة مع نفسك. أنا عايزة أخس عشان واحد اتنين تلاتة أربعة، استعيني بالله، استعيني بالله، لأن ده اسمه جهاد النفس. أيوة، جهاد النفس. الأكل شهوة مش عادية. الأكل بيدينا سعادة، اللي زهقانة شوية أو متضايقة شوية أو مخنوقة شوية أو تعبانة شوية، الأكل بيظبط لها حالتها النفسية. فبالتالي إن احنا نحاول نغير من شهوة الأكل جوانا مش حاجة بسيطة، دي فعلا محتاجة جهاد للنفس ومحتاجة قوة ومحتاجة، ولكن انت قدها، انت قوية، انت تقدري. دايما قولي لنفسك كده، مش انا اللي هقعد اسيرة لاكلة حلوة فضلت اكلها كتير وفضلت اكلها سنين وفي الاخر وصلت لي للي انا فيه. رغم ان دائما بقولك انت لازم تكوني مقتنعة انك حلوة في كل حالاتك. كنت تخينة، كنت رفيعة، كنت بيضة، كنت سمرة، كنت طويلة، كنت قصيرة، ولكن لا مانع من ان احنا نتجمل.
لا بنعمل ان احنا نتجمل شيء ما عشان صحتنا، عشان بيتك، عشان اولادك، عشان انت تكوني خفيفة وتقدري تتحركي وتقدري تقضي على الاقل طلباتك وطلبات بيتك وطلبات اولادك. السمنة فعلا بتبقى مخلينا مش قادرين نمشي. انا لو قعدت حكيت لكم قصتي مع السمنه هقعد احكي كتير، وان شاء الله هعمل لكم فيديو على رحلتي في انقاص الوزن، ويمكن انا سبق حكيتها قبل كده، ولكن احنا معانا متابعين جداد يمكن اول مره بيشوفوني ما يعرفوش انا كنت وزني قبل كده كان قد ايه او وصلت لايه، والمشاكل اللي قابلتني بالفعل بسبب ان انا كان وزني حوالي 120 او 125 كيلو، من الناس اللي كانت اوزانها كبيره، اللي كان دايما مش مصدقه ان انا ممكن في يوم من الايام وزني يبقى رقمين. انا وزني كان 3 ارقام. كان بيجي عليا اوقات حاله يأس، معقوله؟ طب هو انا ممكن فعلا اجي في وقت واكسر ال100؟ كسرنا ال100 ووصلنا بالاراده بالتحدي، بان ان طول تاخدي فتره الدايت بتاعتك تاخديها بحب، خديها بحب، هي كده كده رحله هتقضيها. فلما ناخدها واحنا مبسوطين ومرتاحين للي احنا بنعمله وبنلاقي نتيجه تسعدنا، هتاخديها، هتلاقي نفسك يوم ما تحاولي تخرجي منها هتلاقي نفسك زعلانه قوي قوي. لو جيتي في وقت من الاوقات لخبطتي هتلاقي نفسك مكتئبه وزهقانه. انا لخبطت، انا عكيت النظام بتاعي. طول ما احنا ماشيين ملتزمين هتلاقي نفسك مرتاحه نفسيا. مش معنى ان احنا عكينا او لخبطنا وجبه او لخبطنا اسبوع او لخبطنا شهر او لخبطنا ان احنا نيأس ونسيب حلمنا. كملي حلمك، ابدأي، يلا احنا معاكي. النظام بينزل على القناه بتاعتنا ما شاء الله مليانه انظمه لا تعد ولا تحصى. وما زلنا بننزل الجديد. تابعينا، اسمعينا، شوفي الأنظمة بتاعتنا، خد النظام بتاعك. أول حاجة عشان تبدأي تلتزمي خلي طلبات الرجيم بتاعتك موجودة عندك في البيت، لأن لو مش موجودة مش هتلتزمي أصلا. دايما ما تحسيش بالملل ان انا هعمل اكل ليا لوحدي. طب انا ان الاكل الصحي مفيد جدا جدا للي بيخس واللي مش عايز يخس. الاكل الصحي هو اللي هيقوي المناعة بتاعتنا، عشان الجو اللي مليان فيروسات دلوقتي اعافاكم الله. فبالتالي هنرجع ونلف لدايرة الاكل الصحي، هتلاقيها مطلوبة ليكي عشان تخسي، مطلوبة لزوجك، مطلوبة لمامتك، لباباكي، لأطفالك. فالأكل الصحي هو مش وقت معين هيعدي ونرجع بعد كده نخلي حياتنا غير صحية. الشاطر اللي قدر يفهم القصة صح، إن الأكل الصحي أسلوب حياة، هو مش مشوار هناخده ونرجع تاني. لأنك لو رجعت تاني حتى ولو كنت خسيتي 100 كيلو حتى، للأسف هترجعيهم أضعاف أضعاف. لازم تعرفوا إن الأكل الصحي أسلوب حياة صحية، وهنعيشها صح مع هبة الله. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لي لايك للفيديو وتعملوا اشتراك للقناة عشان يوصل لكم كل جديد. وعندنا متابعة خاصة بأجر رمزي على الواتس، بنديك نظام مناسب لوزنك، بنتابعك فطار وغدا وعشاء وسناكس وجباتك طول اليوم مع الأدمنات، طبعا أدمن سماح وأدمن لوكا ومعايا متابعة لكل الأوزان، متابعة للحوامل والمرضعات، متابعة للأطفال، للي حابة تثبت وزنها، طبعا على جروب الواتس. وهسيب لكم الرقم على الفيديو، رقم الواتس للتواصل معنا. ربنا يوفقكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.